السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق، صباح يوم جديد كان عند طيورنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي ما احنا شايفين كده هنبتدي يومنا النهاردة كده على السريع عند الطيور بالبط الصغير ده، اصغر طيور عندنا. وديت الكتاكيت فين يا مشاهدة؟ طلعتهم البوكسة وهنشوفهم دلوقتي. طب البطة هتطلعيه امتى؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كمان يومين ثلاثة، لان هو كده خلاص محتاج يشوف الشمس. بعد كده لازم الطيور تبتدي بقى تشوف الشمس عشان عظمها يجمد، عشان مناعتها تبقى كويسة، عشان يبقوا بحركة بحيوية، ما يبقالوش بقى ايه زي ما هم كده في اسهالات في خمول. لا، البوكسة مكانها اوسع فهيتحركوا فيها اكتر. كمان المكان هينزل فيه شمس. هوريكم دلوقتي المكان اللي في الكتاكيت برضو بينزل فيه شمس، وهنشوف البط الرائد. وعندنا مفاجأة جميلة النهاردة. الحمد لله يا رب على كل عطاياك، الحمد لله الحمد لله. يعني اتفاجئت مفاجأة هتشوفوها معايا دلوقتي في الفيديو. البط ده ما شاء الله بقاله معايا حوالي تقريبا 5 ايام او 4 ايام. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو، ويا ريت نشار الفيديو على قد ما نقدر. الشير للفيديو مهم جدا. لو هتلاحظوا معايا كده في اخر الكرتونه كده، معلش شوفوا كده، هتلاقوا فضلات البط متماسكه. فيهم بعض البط بيعمل الفضلات متماسكه زي اللي هناك دي كده، وبعض لا بيعمل الفضلات سايبه. ففي الحاله ديت تقدري تجيبي لهم استقبال مضاد حيوي من البيطري، علشان لو في نسبة اسهالات او عشان الجو مبرد، فالمضاد الحيوي ده بيمسك بطن الطيور كده. فتقدري تجيبي لهم من عند البيطري استقبال اول البط ما يطلع، وتقدري تستقبليه عليه من اول يوم. ده هيكون كمان افضل كمان من الميه بسكر. يعني انا استقبلت الكتاكيت على ميه بسكر عادي مفيش مشكله. استقبلت البط اللي فات اللي هو حاليا هوريكم عمر الوقت بقى داخل على عمر شهر بميه سكر عادي. بس الجو بقى لما يبرد قوي يبقى الاحسن تستقبليه على المضاد الحيوي البيطري على طول، ومش من اول يوم. ما بشربش اول يوم، ما باكلش اول يوم، بدايه من تاني يوم ان شاء الله كده على اخر النهار على نص اليوم. يا ريت لايكات للفيديو يا جماعه. الفيديو باللايكات بتاعتكم بيكبر وبيعلى وبينور. زي ما شفتوا الكتاكيت معايا كده في المقطع اللي فات، طلعتهم في البوكسه. مطلعهم اصلا في البوكسه بقالي يومين 3، وبسيبهم ياكلوا في البوكسه طول النهار، وبفتح لهم الغطا بتاعها عشان الشمس تنزل لهم كده. واخر النهار بقفل عليهم البوكسه بحطهم في كرتونه كده على قدهم بس في قلب البوكسه، بس بسيبها في البوكسه فوق وبقفل عليه. ليه؟ لان البوكسه ما شاء الله كبيره عليهم، هم لسه صغيرين جدا وعندهم صغير على البوكسه، فبرضه اخاف ياخدوا هوا. وبحطهم في الكرتونه دي وبقفل عليهم البوكسه وبغطي البوكسه من بره. وبصبح الصبح كده وانا باكل طيوري، او الشمس ما تكون بقى طلعت، اقوم فاتحه لهم بقى البوكسه بقى كده. هنا البط هو ده الاكبر اللي هو ما شاء الله، يعني هو عمره شهر الا شهر الاربع ايام تقريبا كده على ما اتذكر. ده اللي متربي معاكم يوم بيوم هو والكتاكيت. انا بربي معاكم كل حاجه يوم بيوم، وبنمشي كل المراحل مع بعض. ده لا جبت له حاجه بيطريه ولا جبت له مضاد حيوي ولا جبت له اي حاجه. مش معنى كده ان كل البط اللي عندك ما تجيبيهولوش، لا خلاص. حضرتك شفت الدفعه عندك محتاجه، بدا يحصل فيها اسهالات، بدا يحصل فيها نافق، هاتيلهم على طول من البيطري علاج، ما تسيبيهمش خساره. طالما الدنيا ماشيه عندهم كويسه خلاص. هنا بقى كانت المفاجاه الجميله. فاكرين البط ده لما كنت دايما بصوره معاكم الايام اللي فاتت وهو راقد؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله ربنا كرمني وجبرني، وطلعت لقيت والله العظيم لقيت المنظر كده زي ما هو، لا شلت حاجه ولا حطيت حاجه. فانا قلت اخد معاكم تصوير كده على السريع. هتلاقوني مصورة معاكم الفيديو بتاع البطة ده كامل، لان في تفاصيل تانية لبط تاني راقد لحاجات تانية كده، هتلاقوه برضو في فيديو منفصل لوحده ان شاء الله. بس انا حبيت اصور لكم المنظر اللي انا لقيته كده على السريع وانا بصور. يعني انا كده كده كنت هصور، بس كنت بطمن كده لقيتها الحمد لله طلعت. فالحمد لله كل اللي يطلع لنا منه خير ورزق وفضل ونعمة. يعني دي مطلع لنا بط ابيض وبط اسود. عايزين تشوفوا بقى النسبة بتاعته والتفاصيل وطلعت ايه ورقدت على ايه. هتلاقوه بقى فين؟ في الفيديو الاساسي اللي انا مصوراه ان شاء الله هينزل لكم برضه. كنت جمعت البط اللي تحتها زي ما احنا شايفين كده، وكان لسه في تحتها بطين ما طلعوش. فعملت ايه في البطين؟ قلت انا هسيب البطين لو رقدت عليهم رقدت، لو ما رقدتش هشيلهم واحطهم للبطه اللي جنبها. وبالفعل الحمد لله الحمد لله الحمد لله رقدت عليهم.
فخلاص سبت البطين تحت منها. انا حاليا بسجل لكم الفيديو وانا لسه ما نزلتش اصلا من عندهم، يعني يا دوب صورت الفيديو وقلت اسجله كده على السريع. شايفين بقى الخير والرزق والمنظر والجمال. البطه دي رابع بطن ليها تقريبا على ما اتذكر، طلعت لي بطنين قبل كده وكنت رقدتها على بيض فراخ وما ظبطش معاها. فالتفاصيل بتاع الفيديو بقى هتشوفوها ان شاء الله في الفيديو كامل اللي انا هنزله ان شاء الله باذن الله. الحمد لله، يعني لما يكون عندك خير وعندك رزق حاجه كده تفرح قلبك. طبعا اللي بيفرح بالمنظر ده دايما الناس اللي هي بتحب الطيور الصغيره، اللي هي بتحب انتاج ايدها، اللي هي بتعتز جدا 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 بشغلها. ان شغلي الحمد لله يشرف، ان شغلي الحمد لله ربنا كرمني فيه بفضل وكرم ربنا عليا، حتى لو مشروع صغير جدا بس كفايه ان انا اللي قايمه بيه الحمد لله بفضل وكرم ربنا عليا، مقوينا عليه ان انا اقدر اطلع سلال. لو حتى بربي 4 بطات ولا 5 بطات ومرقداهم كويسين جدا. انا طبعا مش بصور بط المشروع بتاعي كله يا جماعه عشان تكونوا برضو عارفين، يعني انا بصور لكم مقتطفات منه، يعني انا بصوره مش كميه البط اللي انا مرقداها عشان برضو تكونوا عارفين. هنا زي ما احنا شايفين كنت بقول لكم البط ده كنت برضو هفطره كده على السريع، و كنت هفطره على السريع كده. وعايزه اقول لكم ان لو عندك 10 بطات بس ومربياهم ما شاء الله تربيه زي اللي حضرتك شايفاها ديت، من غير كساح، من غير سقوط ريش، من غير ما يعرج، من غير ما يبرك معاكي في الارض، من غير اسهالات، يعني حاجه كده زي الفل. احسن من انك تربي 50 60 بطه ويكون كلهم مشاكل والمكان مش واخدهم ومش قادره تصرفي عليهم وعايزه اخلط لهم بدري يا ام شهد عشان التكلفه عاليه عليا. فبجد بما ان انا جربت ده وجربت ده وجربت ده وجربت اربي بط باعداد كبيره. وعشان برضه اقول لكم حاجه، عشان الناس بتستسهل وبتستهون وبتقول لي هو انت ليه يا ام شهد مش بتبيع من البط الكبير اللي عندك او من الوسط او الرائد او اللي على وش بيض؟ انا بالنسبه لي اكيد انا يعني تفكيري بيختلف غير تفكير غيري، على حسب الميزانيه، على حسب المكان، على حسب تفكير الشخص نفسه. انا بالنسبه لي الحمد لله جربت ده وجربت ده، جربت ابيع كبير، ولو هتلاحظوا من اوائل الفيديوهات على القناه اللي هي الكبيره كنت بعرض لكم دفعه كبيره للبيع وكده. فانا جربت ده وجربت ده، بجد لقيت موضوع البط الكبير يعني معايا مش هينفع. اللي هو انت مش هتعرفي تركزي في 100 حاجه في نفس الوقت، ده محتاج مصاريف كتير ومحتاج مجهود ومحتاج صحه. وبعدين انا بربي في دور عالي، يعني محتاجه اطلع كل شكار العلف ديت او محتاجه اللي يطلعها لي يعني، وده عبء على اللي هيطلعهم. الشكار بيكون تقيله طبعا. المصاريف كتير. الصبه اخاف الصبه تبوظ معايا تتبهدل، يعني معلش لما اربي 20 بطه على صبه غير لما اكون بربي 100 بطه. ما انا مطلوب مني ما شاء الله بط كبير بكميات. انا لو عندي المكان مساعدني هنا كنت بشوف البط الرائد وكنت بشوف البطه. كان دي البطه اللي مطلعه بقى، كنت عايزه اشوف البطه اللي هي راقده على بيض فراخ عملت ايه في البيض اللي كنت رصاه لها من يومين. لقيتها الحمد لله الحمد لله راقده ومستقره عليه لحد الان مفيش حاجه اتكسرت منه. فربنا يكمل لها على خير وتطلع الباقي ان شاء الله. انا بصور لكم التجربه كامله، طلعت هنصور مع بعض انها طلعت، ما حصلناش نصيب منها هنقول ان ما حصلناش نصيب منها وايه الاخطاء اللي حصلت ونتعلم منها. فانا بالنسبه لي انا لقيت ان انا ما ينفعش اكون مشتته، ما ينفعش اكون مشتته ما بين انا محتاجه اماكن لركود البط لان مطلوب مني بط صغير كتير، وبعدين معلش مجهوده عليا مش زي مجهود البط التسمين الكبير، وسهل ان هو يتنقل من مكان لمكان. البط الكبير مش سهل يتنقل من مكان لمكان، فمن الصعب ان انا اربي بطه واتعب فيها واكبرها بعدين اجي ابيعها. لا بالنسبه لي انا صعب عليا. اقول لكم لو انا بربي في مكان ارضي مش بيحتاج معايا مجهود وكده ومكان فيه سور عالي وارض زراعيه وكده، والله هربي بكميات واطلع كمان، يعني اللي انا بفرخه لنفسي اكبره وابيعه.